السلام عليكم واهلا بحضراتكم حلقه جديده وفيديو من الاخر. كلمتين عايزين نقولهم لجمهور نادي الزمالك. كل التحيه وكل التقدير لجمهور نادي الزمالك اولا واخيرا على المجهود اللي عملوه في كل وقت مع فريق نادي الزمالك. اليوم نادي الزمالك وهزيمه قاسيه من الاخر. النادي الاهلي بيفوق اليوم على وبيرجع تاني للمنافسة على الدوري. النهاردة نادي الزمالك مجاش من 100 عقبة القمة. اليوم نادي الأهلي بيفوز ب3 أهداف مع الرأفة. النهاردة نادي الزمالك لاعبين وجهاز فني كله النهاردة بعد المباراة إنبي يعتبر مجاش النهاردة لقاء القمة. النهاردة الأهلي بيصول ويجول في الملعب ويتألق بن شرقي في هذا اللقاء ويقدم سيمفونية. نادي الأهلي اليوم بكل اللعيبة تداركوا كل الأخطاء خلاص اتلاشت في مباراة اليوم. ونادي الزمالك اللعيبة كلها وجهاز فني مش شايفين قدامهم، شايفين. كلمتين عايزين نقولهم هارد لك لجمهور نادي الزمالك بس فقط لا غير. واللعيبة النهاردة ما تستاهلش حتى التعادل أو الفوز. وجهاز فني لازم يراجع نفسه. معتمد جمال لأنه أخطأ بعد مباراة نادي إنبي وهو ده اللي كان الفخ اللي موجود لنادي الزمالك وللأسف وقع فيه. والنهاردة بياخد الدرس من النادي الأهلي وبالتلاتة زي ما بيقولوا. لقاء صعب على جمهور نادي الزمالك. نتمنى تدارك الأخطاء ديت، ما عندوش فرصة تاني غير لقاءين الآخرين، لقاء نادي سموحة وبعده لقاء سيراميكا. الكورة دلوقتي في ايد لاعيبة نادي الزمالك، يا اما يفوزوا بالدوري وفي هذين اللقاءين او ترجع ريما لعادتها القديمة والفصول الباردة ترجع تاني لنادي الزمالك. تحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك ونتمنى تدارك الأخطاء والفوز في المرات القادمين ولأجل مصالحة جمهور اللي هو كان اليوم موجود في كل أركان الملعب من أول دقيقة لآخر دقيقة بيشجع وبخلش على أي لعيب ولا التشجيع بتاعه حتى النهاية، ولكن اللاعبين هم من يتحملون المسؤولية مع الجهاز الفني. لكن كلمتين عايزين نقولهم بعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم. نتمنى نشوف الزمالك في أفضل حال مرة تانية. تحياتي ليكم.